اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. فاليوم ان شاء الله فيديو جديد وكذلك وصفه جديده غادي نشارك معكم فكره او لا مشروع اللي هو جد مربح البنات بالنسبه للاخوات اللي كيبغيو هكا يخدموا من ديورهم. واكيد احسن حاجه بالنسبه للمراه انها تخدم من دارها وبمكونات او براس مال اللي هو 0 درهم. كيف ما كتشوفوا هادشي ما غيكلفكمش نهائيا، بالنسبه للتكلفه راه نهائيا ما غاديش يكلفكم، وكذلك فيه الربح. بالنسبه الحمد لله الربح اللي هو كافي بالنسبه للاخوات اللي بغاو هكا هكا يخدموا كيف ما قلت لكم من ديورهم ويكونوا هكا مشروع اللي هو صغير. فبالنسبه اليوم البنات غنقترح لكم هاد لي طاخت الكوريين او لا الحلويات الكوريه اللي ولات دابا دارجه بزاف. كانت صراحه من العام اللي فات، ولكن دابا بزاف ولات الحلويات هادو كيصلحوا حتى هكا الاصدقاء بعضياتهم كيبغيو يتهداو هكا في الاعياد الميلاد ديالهم، وحتى الناس اللي كيبغيو يخدموا. فغادي نقول لكم طريقه كيفاش تقدروا توزعوا او لا تخدموا من ديوركم بهاد الحلويات هادو. فنتمنى هاد الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، تبعوه حتى الاخير. ما تنساوش وما تبخلوش علينا بواحد لايك الفيديو. واستسمح بالنسبه للبنات اللي كيبغيوني بزاف والمتتبعات ديالي على الفيديو اللي قبل، فانا صراحه ترددت بزاف باش نحطو، ولكن مع ذلك في الاخير مسحتو، حيت حتى لي غاطو اللي حطيت فيه كيك ديزاين اللي كنت حطيت صراحه ما يستاهلش داك الحوار، وما يستاهلش انني نهضر عليه اولا ندخلو بهذيك الطريقه. المهم نبداو في الوصفه اللي هي مهمه. غادي ناخذ هنايا البنات 6 ديال البيضات كيف ما غادي تشوفوا معايا. فغادي نعبر معكم جينواز اللي هي سهله البنات، كلاسيكيه سهله بزاف بدون ميزان، ما تحتاجيش نهائيا الميزان. غتاخدي الزلافه ديالك غادي تعبري فيها كيف ما كنقول دائما، غتعبري فيها البيض القياس ديال البيض. كنتي بغيتي ديري طاوه صغيره غادي تعبري على القياس ديال البيض اللي عندك. بغيتي طاوه كبيره، انا عندي طاوه كبيره درت زلافه كيف ما كتشوفوا كبيره. زلافه ديال البيض جاوني فيها 6 ديال البيضات. وغادي ندير زلافه ديال السكر سنيده، وغادي نديرهم في الطراب الكهربائي حتى يطحنوا مزيان. انا كنحاول نسرع الفيديو باش هكا ما يجيكمش طويل بزاف. خديت نفس العبار ديال الدقيق حتى هو غادي نغربلو تقريبا 2 مرات حتى ل3 باش هكا كتدخلوا كميه ديال الهواء كافيه في هاد لاجينواز. البنات الا بغيتو تنجح لكم لاجينواز كونوا اكيدين على ان التطراب هو اهم حاجه. ثاني حاجه هو ان البيض يكون خارج من الثلاجه تقريبا بليله كامله. انا صراحه راه في وقت البرد ما كنديروش نهائيا في الثلاجه. وحتى اللي باغي هكا يدير لاجينواز وما كانش عنده هكا ما خرجش البيض بكري، فتاخذوا واحد شويه د الماء سخون وغادي ديروا فيه البيض ديالكم وتخليوه حتى يدفى وعاد تخدموا به. هذه في حاله ما خرجتوش بكري كنخليه على برا. ثالث حاجه هو ان الدقيق يكون مغربل 2 مرات حتى ل3. مهم المينيموم ديال التغربيل هكا باش تدخلوا فيه الهواء هو 2 مرات حتى ل3 كيف ما قلت لكم. انا هنايا طربت الخليط ديالي مزيان مع قبيصه ديال الملح. زعما كنقول لكم البنات بلي هاد لاجينواز كتجي غزاله خفيفه بزاف بزاف. كونوا اكيدين على انها غادي تجيكم خفيفه. انا هنا راه سرعت الفيديو ولكن راه كنطرب غير بشويه اولا كندخل داك الدقيق في هذا الخليط هذا غير بشويه. كيف ما كتشوفوا راه ما هبطش معايا الخليط نهائيا، بقى في نفس القياس ديالو ديال الاول. انا كنستعمل هذا الفاني، بودره الفاني كتاخذوها ب5 دراهم، مولفه كنشري داك الحك ب18 درهم. دابا خديتها هذا ب5 دراهم، حتى هو صراحه كيقضي الغرض وكيجي زوين. هنا كيف ما شفتوا معايا 6 ديال البيضات عطاتني هاد الكميه هذه كامله. صراحه ما قدرتش نخويها كامله في الطاوه حيت غادي تجيني الجنواز عاليه بزاف. ما بحال هاد الطاوه هذه ندير فيها 5 البيضات. كاين اللي غيدير فيها حتى 8 ديال البيضات. وكيف ما شفتوا معايا درت غير 6 وما شاء الله طلعات. حاجه هي انك لا جينواز طلعيها مزيان مزيان. انا قيست معكم هنايا العبار، راه هنايا وقيل عندي شي 42. المهم غنخلي لكم العبار اكزاكت في صندوق الوصف بالنسبه للناس اللي بغاو العبار ديال الطاوه هذه. خليت واحد الكميه ما درتهاش كامله. هاد الكميه هذه غادي ندير بها غاتو غلاسي. المهم حتى هو غادي نشاركو معكم ان شاء الله. الا قديت هكا واحد الكوموند عندي ديال واحد الكاطو غادي نشاركو معكم. خديت هذيك لاجينواز منها بما انها شاطت ليا فخديتها ودرتها في ديك الطاوه. غادي تشوفوا معايا كيفاش جات لاجينواز. والبنات كتجي بحال ديال المحلات تماما. كونوا اكيدين على انها كتجي احسن من ديال المحلات حيت المحلات كيديروا فيها المحسن ديال الكيك.
المحسن ديال الكيك راكم عارفين اي حاجه صناعيه مضره بالصحه. هنايا جينواز اللي هي طبيعيه بالسكر وهذا وسكر سنيده والبيض فقط والدقيق. كيف ما شفتوا معايا غادي نخليها تتبرد، قلبتها وخليتها كشفتوا معايا كيفاش خفيفه البنات وكيفاش هكا كتلعب ليا في يديا بلا ما كتكسر بلا والو. غادي ندخلوها للفران وغادي نشعلوا عليها الفوق والتحت تقريبا 10 ديال الدقائق حتى ل 15 دقيقه، ما كاملاش، على حسب الطاوه ديالكم وعلى حسب الفران ديالكم. مجرد ما انها تبان لكم كتحمر صافي طفيو على الفران وخليوها في الفران واحد شويه، عاد حلوا عليها خشيو فيها داك العود ديال الشواء، خرج لكم ناشف، صافي راه لا جينواز ديالكم طيبه. هنايا البنات خديت واحد السيركل اللي فيه 9 سنتيم، انا ما توفرش عندي 10 سنتيم، نورمالمون كيكون في هاد لي كاطو هادو كتكون فيهم 10 سنتيم، انا عندي هنايا 9 سنتيم. كيف ما كتشوفوا البنات لا جينواز كتجي خفيفه بزاف. صراحه انا والله كنحاول نوصل لكم الفكره باش البنات يجربوا هاد لا جينواز وتكون عندكم معتمده. صراحه هي اللي معتمده عندي دائما في لي كيك ديالي اولا في لي كوموند ديالي. كيف ما كتشوفوا حتى هاد البقايا ما غاديش نضيعهم، غادي نخرج منهم تقريبا شي 3 ديال الطروفه ولا 4 ديال لي جينواز. كيف ما كتشوفوا هنايا هادشي كامل راه ما كيبانش نهائيا ملي كنجيو نغلفوا هكا الكاطو، راه ما كيبانش، كيتسقى وكيتحط، راه ما كيبانش. حاجه اخرى البنات بغيت نجرب معكم هي هاد لا كريم شونتيي بودر. صراحه اول مره غادي نخدم بها ديال العبار، اول مره، مازال الاخرى ديجا خدمت بها. هنا خديت نفس الكاس ديال لا كريم شونتيي مع كاس ونص ديال الماء يكون بارد قريب يتلج، دغيا كطلع لكم البنات. هنايا راه حاولوا، راه انا كطرشات ليا صراحه ولكن مسحت في الاخير. كيف ما كتشوفوا كنطربوها، هي فيها السكر فيها كلشي، كنطربوها مزيان حتى كطلع بالزربه، كطلع البنات. هذه لافونتاج اللي فيها هو انها دغيا كطلع وخفيفه بزاف، فيها الهواء بزاف. ولكن في الاخر غنقول لكم شنو هو السلبي ديال هاد لا كريم هذه. صافي هنايا عمرت البوش ديالي كيف ما شفتوا، ووجدت لا جينواز ديالي، ووجدت هكا هذاك الصحن الدوار فاش غادي نمونطيها. صافي هنايا احسن حاجه البنات بغيتو تخدموا بها هي ديروا هكا الحلوه لا كريم ديالكم في البوش. هاد لي بوش هادو راه ما غاليينش، غير درهم. هنايا كيف ما شفتوا معايا السيرو درت كاس ديال السكر مع 2 كيسان ديال الماء، اولا عندكم الكميه قليله غادي ديروا غير نص كاس ديال السكر مع كاس ديال الماء، نكهه ديال الفاني اولا نكهه القهوه اولا اي حاجه بغيتو، اولا تنسموا بالقهوه اللي بغيتو. هنايا انا بغيتو بالفاني، درت الفاني كيف ما شفتوا كنسقي وكندير لا كريم ديالي بالبوش. البوش صراحه كيعطيك سمك واحد، كتكوني متاكده وكتكوني عارفه باللي نفس السمك كيجيك في الطبقات كاملين، وفي نفس الوقت كيجي هكا الخدمه سهله. انا كيف ما شفتوا معايا البنات جينواز كاملين كامله حطيتها كيف ما شفتوا، وبديت بديت هكا كنحط كندير لا كريم لكل وحده وكنسقي في نفس الوقت. الا كانت عندكم الكميه كبيره، مهم انا درت معكم نفس 2 طرق درتهم معكم، اللي عجباتكم غادي تخدموا بها. احسن حاجه هي هذيك الطريقه ديال انكم تحطوا كلشي دقه وحده وتبقاو تسقيو، وفي نفس الوقت تبوشيو هكا كلشي وطبقه على طبقه كتبداو تحطوها، كتجيكم سهله بزاف البنات. هاد الطريقه هذه سهله وكتجي سريعه صافي. وكيف ما شفتوا معايا كندير كنسقي لي جينواز كاملين وكنبقى ندير لا كريم ليهم كاملين، وكنبقى نحط وحده فوق وحده وحده فوق وحده، هكا كتجي الخدمه سريعه وفي نفس الوقت كيف ما قلت لكم كتجي مفينيه وما كتزعلكوش نهائيا. هكا بلا كريم البوش صراحه احسن حاجه. المهم طبقات كاملين كنخدمهم بنفس الطريقه حتى كنساليو، عاد كنبقى نفيني كل وحده بوحده. هنايا كناخذ كل لاكاطو بوحدو وكنبدا هكا كنغلف في الكاطو ديالي من الجوانب، وفي نفس الوقت كنفيني بحال هكا. المهم الفينيسيون باش كتجيكم زوينه راه بلا كريم. الا درتوا لا كريم هذه كونوا اكيدين البنات انا كنعطيكم جميع الاسرار وجميع الاخطاء او الحوايج اللي غادي توقعوا فيهم. الا كنتوا كتقتصدوا على انكم ما تكثروش لا كريم باش تجيكم اقتصاديه زعما الحلوه وهذا، راه نهائيا ما غاديش يجيكم الفينيسيون مزيان. المهم هاد لي كاطو هادو ما كيجيوش مفينين 100% بحال لي كاطو الكبار،
ولكن راه حتى هما خصهم واحد شويه ديال الفينيسيون باش كيجيو زوينين في المنظر. هما صراحه كيجيو كيوت في هكا في الحطه ديالهم، خصوصا هكا للناس اللي كيبغيو يهديو لبعضياتهم، في نفس الوقت كيجيو هكا رخاصين في الثمن وكيجيو كيف ما قلت لكم كيوت وزويونين. ديروا عليهم هكا شميعات وها هو عيد ميلاد ديال كيف ما شفتوا البنات كل وحده فينيتها بوحدها. خديتها وبديت كنفيني. هنايا خديت لا كريم ديالي ودرت هذا اللون خديته وهكا درتو مع لا كريم وخلطت مزيان الالوان اللي بغيتو ممكن تلعبوا بها. وهنا خديت البوش ديالي وقطعته درت فيه لا كريم في الصفر، كيف ما لونت هذا اللون الموف لونت الصفر ولونت هذا الغوز. انا درت هاد ثلاثه الالوان اللي هما كيجيو هكا باردين في النظره وكيجيو كيزويونين صراحه. وكتبت هنايا تكتبوا باللون الابيض. وبالنسبه للشكل الاخر درت عليه هكا الكراميل ودرت عليه هكا داك المورسو ديال الشكلاط وصافي. هنايا ودرت هذاك الجوانب هكا بلا كريم. المهم التزيين كيبقى على حسب الاختيار ديالكم، تبدعوا كيف ما بغيتوا. صافي هذا هو الشكل ديالهم. وخديت هاد لي بواط هادو اولا هاد الكريطنات هادو ديال الفرشي، راهم دايرين تقريبا شي درهم ونص الوحده. وصافي هذا هو الحساب اللي كتحسبوه البنات، كتحسبوا المقادير اللي ضيعتو وكتزيدوا عليهم هادو ديال الكريطنات، كتزيدوا عليهم كلشي وكتضربوه في جوج المرات. صراحه كاين اللي كيضرب في 3 المرات، ولكن ضربوه غير في 2 المرات راه غادي يخرج لكم الحساب اللي هو مزيان. غتضربوه في 2 المرات يخرج لكم الخارج. غادي تقسموه على حسب الوحدات اللي عطاتكم. بحال دابا انا عطاتني 5 ديال لي غاطو، غادي نقسمهم عليهم وغادي يخرج لك الحساب ديالك. بحال انايا هادو فكنخرجهم البنات ب 20 درهم حتى ل 25 درهم على حسب كيف ما قلت لكم. وبالنسبه لهادو حيت كيف ما قلت لكم غير جينواز وكذلك لا كريم هذا هو اللي كاين والتزيين ديالهم. وعاد هادوك لي بواط اللي كديروهم فيهم فهادشي كامل كتجمعوه البيض سكر سنيده فاني داكشي كامل. المهم انا ما كنديرش شتو لا جينواز ما كنديرش فيها الخميره وكتجي خفيفه. البنات جربوهم صراحه نشجعكم انكم تخدموهم ديالكم، خصوصا الناس اللي هكا في احياء شعبيه يمشيو عند المحلات يمشيو عند لي باتيسري هكا الصغارين ودفعوهم ليهم حطوهم ليهم واكيد غادي يكون اقبال عليهم. الله يسر الامور الجميع. نتمنى انني نكون طرقت للجميع التساؤلات ديالكم. اي حاجه بغيتوها البنات مرحبا بكم في واتساب في هذا في لي كومونتير. اي حاجه بغيتوها مرحبا بكم. وبالنسبه لاكريم نقول لكم رايي في هذا الشونتي هذه صراحه ما عجبتنيش. حاجه اللي ما عجبتنيش فيها هي المذاق فقط. اما هي مهويه الفينيسيون في الخدمه كتجيك ساهله كلشي، ولكن المذاق ديالها ما زوينش. واخا تخلطوها بالحليب واخا تخلطوها بالماء واخا تخلطوها باش ما خلطوها ما كيكونش المذاق ديالها زوين. انا صراحه احسن حاجه جربتها هي هولالا كتبقى شي حاجه اللي هي زوينه المذاق ديالها غزال بزاف ولا كريم اللي هي زوينه صراحه. هادشي اللي نقدر نقول عليها واخا حتى هي دابا ولات 35 درهم. هادشي اللي كاينه البنات. نتمنى هذا الفيديو هذا يكون الاعجاب ديالكم. غادي نجمع هاد لي باكيت ديالي غادي نعطيهم الناس اللي طالبينهم. شكرا لكم بزاف على المتابعه، شكرا لتعاليقكم. ما تبخلوش عليا بواحد لايك واي استفسار او لا اي حاجه بغيتوها مرحبا بكم كتبوا لي